يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم. أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. سحر وشعوذة، كذب ونفاق وتضليل مقصود. إيه اللي حصل في جبل عرفات؟ فنجان القهوة التمام ويلا نعرف الحدوتة سوا. بيقولوا إن عمال النظافة على جبل عرفات بعد ما موسم الحج خلص وانتهى وبينظفوا الجبل وبينظفوا الأماكن هناك، لقوا على الأرض ورق مكتوب ومدفون على جبل عرفات في طلاسم وتمائم وحاجات غريبة. ابتدوا يصوروها فيديو وصور وابتدوا ينشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا بما ان احنا على طول بنصدق كل حاجة، الناس ابتدت تعمل شير للبوستس والصور والفيديوهات، وابتدى الموضوع وكأنه حقيقي فعلا. خليك معايا لآخر الحلقة عشان هنقول مفاجأة في الآخر. طبعا ده غير التعليقات والكلام اللي اتكتب على الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي اللي شدت الناس وخلت الناس ابتدت تسأل ايه اللي بيحصل في جبل عرفات. وعشان اقول لكم الحكاية لازم اقول لكم كذا نقطة قبلها. ايه حكم السحر في الاسلام؟ السحر بيعتبر من الجرائم الكبيرة. السحر موجود من قبل الاديان، السحر موجود في الجاهلية، والسحر موجود في الجهل. مع قلة العلم وقلة الايمان بتلاقي السحر بيتفاقم وبينتشر. السحرة ما بيلاقوش اسهل من شغلانة الساحر عشان يكسبوا فلوس وعشان يجمعوا اكبر انصار ليهم. ما هم بيستخدموا السحر، والسحر بيعد من القوى الخفية اللي بتبهر الناس. ولما الإيمان بيتوجد والعلم بيتوجد بيختفي السحر. النقطة التانية، ليه اتسمى سحر؟ اتسمى سحر لأن أسبابه خفية وغير معلومة للناس. أسبابه خفية بيقدروا يخبلوا بيها الناس، بيقدروا يجننوهم. لما واحد يعمل قدامك سحر في الوقت الحالي في زماننا المعاصر، واللي هو أصلا مش سحر، انت بتتخبل بتتجنن. ازاي عمل الحركة دي؟ وازاي وصل للحاجة الفلانية؟ والحقيقة ان السحر ده بيتعمل في غفلة مننا احنا، والسحرة بيلعبوا دايما على الغفلة الخاصة بالمشاهد. أصل الحدوتة يا سيدي إن الناس وهي بتنظف جبل عرفات بعد انتهاء موسم الحج 1445 هجرية، لقوا بعض الطلاسم والتمائم والورق وأشكال غريبة وأشياء غريبة مدفونة على جبل عرفات، ورسومات على الأشجار، وابتدوا يبعتوها لبعض. وطبعا انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي زي النار في الهشيم. وكانت صدمتهم عجيبة لما لقوا الحاجات دي على جبل عرفات. يعني هو ممكن يحصل ده في المقدسات؟ ازاي الناس دي تعمل كده اهو؟ يعني ناس طلعت حج عشان تحط اعمال وسحر وشعوذة على جبل عرفات، واترسمت قدامهم علامات تعجب وعلامات استفهام كتيرة جدا، اللي في نفس الوقت اثار غضب الناس اللي على السوشيال ميديا، وبدأوا يشوفوا الصور والفيديوهات وبدأوا يطالبوا بمحاربة او مواجهة السحر والشعوذة. نيجي بقى للمفاجأة اللي قلت لكم عليها في اول الحلقة. صرح الدكتور أسامة أبيل أحد علماء الأزهر الشريف إنه لا صحة لما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات أو صور لها علاقة أو تمت بصلة بوجود سحر من عدمه على جبل عرفات في موسم الحج سنة 1445 هجرية. وقال الشغل ده بيتم عن طريق كتائب إلكترونية وبيعتبر ممنهج اللي بيها عايزين يشوهوا عبادة المسلمين لعبادتهم. وأكد الدكتور أسامة أبيل أنه تواصل مع كثيرين من المملكة للوقوف على حقيقة الأمر، وأكدوا له أن كل اللي لقوه الناس اللي بتنظف على جبل عرفات ما هو إلا لبقايا طعام وزجاجات مياه وبعض العصائر. وفي نفس التصريح شدد الدكتور أسامة أبيل إن هم يتوخوا الحذر قبل ما ينشروا حاجات ليها علاقة بالمقدسات والأماكن المقدسة، وبعيدة كل البعد عن المدنسات والسحر والشعوذة. كل اللي عليهم الانشغال بالذكر والعبادة. والمفاجأة اللي فجرها دكتور أسامة أبيل بعد بحثه على محرك جوجل، لقى إن الصور دي والفيديوهات بترجع تاريخها لسنة 2018 اللي كانت كمان فيك أو وهمية، وتعاد نشرها السنة دي. واللي أكد كلامه إنه بيقول إن الكلام ده بيتم عن طريق كتائب إلكترونية بتحاول تشكك المسلمين في عبادتهم. وبيقول دكتور أسامة أبيل إنه في 2018 تم نشر الصور دي في نفس التوقيت بعد انتهاء موسم الحج. أصل الحدوتة النهاردة ما تصدقش أي حاجة وما تنشرش أي حاجة غير لما تتأكد من صحتها، زي ما حصل النهاردة. لا في وجود لسحر ولا في وجود لشعوذة، والفيديوهات دي قديمة، لكن احنا للأسف أول لما نلاقي حاجة بتشد انتباهنا وبتخطف أذهاننا على طول بنشيرها بغض النظر عن صحتها من عدمه. ناخد بالنا قبل ما ننشر أو نبعت أو نشير عشان ما نعملش بلبلة. وفي النهاية الموضوع كله طلع وهمي من رسم خيال كتائب إلكترونية. وبنشكر دكتور أسامة أبيل على توضيحه حقيقة الأمر
اللي من غيره كانت ممكن الناس تصدق الكلام وتبتدي تتكلم ويحصل بلبلة. خلونا نحاول نشغل الفلتر اللي في مخنا الرباني اللي هم بيحاولوا يلغوه بالأخبار الكاذبة. قبل ما تنشر أي خبر، وأولكم أنا، لازم نشوف الخبر ده يعدي على الفلتر، يعدي على المصفى. الكلام ده ممكن يحصل؟ واسأل نفسي 5 مرات، الكلام ده حقيقي؟ طب ازاي؟ طب ليه؟ طب مين؟ طب فين؟ طب امتى؟ ولما ارد على ال5 أسئلة هاخد قراري في الآخر، هنشر أو لأ. كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. اشوفكم على خير.